ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لا اول مره تنوي الست الكل ما تنسيش تشتركي في القناه وفعلي الكل عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك. النهارده بقى فيديو مختلف وجديد. امبارح كنت في حفله في الكنيسه ويوزعوا هديه في عيد الام. بصوا ثبات كده جميل، بصوا منظره. ديت عيشه اللي بيتحط فيها العيش، بس شكلها تحفه ولونها اجمل. كان في الوان كتير قوي قوي، وبيوزعوا كل واحد على حسب الشنطه اللي فيها هديه. بس انا حبيت اشارككم الهديه واتكلم معاكم على حاجات تانية، يعني على القبض اللي انا اتكلمت عليه في الفيديو اللي فات، فقلت عايزه اطلع اقوله. دي الهديه اللي انا خدتها. وكنت في الحفله مع صحابي واخواتي، كنا عاملين كورال، وكنت لابسه لبس العذراء. طبعا انا ما استحقش اللبس ده اصلا، بس خدت بركه كبيره. حلو قوي 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 كان لبس العذراء، كان جميل، وانا مش اول مره البسه، كذا مره الصراحه. كنت فرحانه بالحفله، كانت جميله 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 قوي قوي. لو عرفت انزل لكم فيديو كده صغير تمام، ما عرفتش يعني هشوف الفيديو هيبقى مسافته قد ايه. ماما كل سنه وانت طيب. وانت طيب. جايبه من نيش صح؟ بص جايب لي دي من نيش وبيقول لك كل سنه طيبه. كانت مريم وهي صغنونه كانت بتجيب لي تعالي ثواني كده، اوعى طبعا عشان ما تتقطعش. اللي جايبها لك. انت اللي جايبها؟ بص مريم كانت خطها صغننه، كان الراجل بتاع المكتبه هنا كاتبها لها، وهنا راحت برضو قالت لا انا عايزه اكتب بايديا انا. بس كان شكلها حلو والله. انا من النوع اللي بص ورده بلاستيك بس بحتفظ بيها. عندي كمان ورده كانت روجينا اختي الله يرحمها كانت جايبه لي برضو، كنت محتفظه بيها في النيش لحد دلوقتي. وبحتفظ بالحاجات دي حتى لو ابسط الحاجه، حتى الكلمه بس كل سنه وانت دي عندي بالدنيا كلها. بصي كانت خطي مريم عسل ازاي، كانت صغنونه بصوا، لا خطها هيجي متشقلب. بس كانت بص عارفه تكتب، بص مش عارفه الاول كاتبه ايه، كل سنه وانت طيبه يا امي ويخليكي معانا على طول، بحبك كل سنه وانت طيبه يا ماما. بصوا خطها بص عامل ازاي عشان صغنونه. لكن الخط التاني ده، الخط ده بتاع المكتبه كتب لها، لكن هنا كانت هي وصغنونه لسه. حتى هي بتشوف خطها بتقول لي ايه ده، انا كان خطي كده. يا بنتي كنت صغيره يا مريم. المهم اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسى. شكرا يا مينا على الهديه الجميله، ربنا يخليك لي. والله لا اجيب لك. لا يا بابا مش بالهديه، بالكلمه. يا جماعه عيد الام مش بالهدايا، صدقوني بالكلمه. كل سنه طيبه يا ماما. يا لهوي دي احلى من مليون هديه. انا اجيب لك هديه. لا مش عايزه هديه. اجيب لك باسكت اهو اخليكي تفرحي بباسكت. اللي وصل لحد ما تنساش اللايك، ومش عايزه اطول عليكم. كنت بقى عايزه اتكلم عن حكايه القبض. يا جماعه مفيش قبض. القبض ده لناس مستمره وما شاء الله قنواتهم كبيره ومشاهداتهم كتيره. دول بيقبضوا، حتى بيقبضوا حاجات قليله. يعني الناس اللي طالعه يبقى معاها فلوس وتقول لكم ده اول قبض ليا، لا مفيش الكلام ده على فكره. مش بكل الفلوس دي، ممكن يكون جوزها لسه قابض القبض بتاعه بتاع المصروف البيت وكده، وهي خدته وكملي. لكن كان قبض اليوتيوب انا الصراحه ما لسه ما قبضتش. لو اول قبض ليا بقى اكيد لازم هعمل فيديو عشان اطلع معاكم واوريكم اول قبض ليا، هبقى فرحانه وبوريكم. لكن لا انا كنت عايزه اعمل فيكم مقلب الصراحه، كنت عماله اتكلم بس لا يعني مش حابه. انا كنت عايزه اجيب ورق كراسه واقطعه، كنت عايزه اصور بيه واطلع واوريكم واقول لكم ده اول قبض ليا. طبعا هتشوفوا الورق الابيض مش هتخشوا هتشوفوا عشان بتعمل فينا مقلب كده. كان مطرح ده قبض ماشي. فاكتر الناس هتضحك ومش عارفه ايه، وانا كنت حابه كده. بس قلت لا مش عايزه اضحك عليكم ولا اقول لكم بصوا الورق الابيض ومش عارفه ايه، لا. فانا حبيت اعرفكم يا جماعه، يا جماعه مش بقبض وحياه ربنا ما بقبض. اول قبض ليا يا جماعه ما لازم هاخدكم معايا. ولو عرفت اتصور كده هخلي مريم او مينا يصورني عشان ايه مش عارفه اتصور وباخد بالي كده. واتصور واشوف الاجراءات ماشيه ازاي والدنيا ماشيه ازاي. واكيد هصور يا جماعه. هخبي عليكم ليه؟ ايه اللي هيخليني اخبي عليكم؟ يعني انا دي اللي انا عندي انا في قناتي. يعني بقيت القنوات التانية الله اعلم الدنيا ماشيه معاهم ازاي. مش عايزه اطول عليكم، وكنت عايزه اطلع اقول كل سنه وكل ام طيبه وبخير وبصحه وسلامه يا رب. واللي مامته متوفيه ربنا يرحم امهاتنا جميعا يا رب، ويكونوا في مكان احسن من هنا ويصبرنا يا رب. خلينا في موضوع اليوتيوب. خلينا مستمرين مع بعضينا وخلينا نقف جنب بعض.
عايزين نساعد بعضينا، كل اللي لسه قنواته صغيره نساعد بعضينا يا جماعه، ده مش عيب، بس يبقى في محبه، في محبه بعد اذنكم، في محبه. مش اخد قناتي كنزلها عندي ولا دي مش بتنزل عندها قناتي، او انا مثلا اروح اعمل لها كومنت ولايك واسلم عليها واتابعها وهي ما تابعنيش. لا، خلي في محبه، يعني خلي في تبادل. يا رب بس يكون الفيديو كده خفيف وصغير كده، وهتشوفوا مينا وبوريكم المطر عامل ايه. في المطر مينا عامل حاجات لا خليها مفاجأة كده، شوفوها هو بعد يعني على الفيديو دوت ان شاء الله تكملة الفيديو. فاشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. دوسوا لايك واسمعوا كلام مين، دوسوا لايك، رن الجرس عشان يوصلكوا رنوا الجرس كل تاني جديد. برضو، رنوا الجرس. دوسوا لايك. لا، لايك ويشتركوا في القناه وفعلوا الكل، مش ترن الجرس هو مش باين. رن الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. فعلوا الكل مش الجرس. كل اللايك ويشتركوا في القناه وفعلوا الكل عشان يوصلك كل جديد مني. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي. دوسوا لايك. مينا بيعمل ايه والمطر بتمطر وهو واقف في البلكونه. بصوا ده اصلا الجو مغيم ازاي، والجو بقى تلج. هو مينا مش واخد باله على فكره وانا بصوره. انت عمال تقول يا رب تشد وانت اصلا خايف. عايزه اقول لكم هو بيخاف من المطر، معرفش ليه، احنا بنعشقها. بيعيط. خايف. مش عارفه يا عيني تعمل ايه عشان المطره. صدق مش باينه. لا ايه ده، الجو ساقع اهي، باينه اهي، بصي يا عيني. ليه المطر كلها بتيجي كده؟ يعني ليه؟ بصي المطر عامله ازاي هناك، شديده قوي. يا حبيبتي بصي في بنوته ماشيه تحت، ماشيه تحت. انا صعبان عليا يا عيني الحرام. بصي هي دورت. بصي عامله ازاي. يا رب تشد. مينا فرحان بالمطره. يا رب تشد يا رب. مطرة شديدة جدا. بصوا باينة ازاي، مطرة شديدة جدا جميلة. ما مطرتش المطرة دي في الشتاء. بس الجو مغيب عامل جدا. الله ريحة المطر، الله. ايه يا عوض عايز تجيب. شديدة جميلة، انا بعشق كده، بحب جدا. وجد يا لو بصي هناك عاملة زي مغيمة، عاملة زي هناك. شدت اوي. شدت قوي. اجري اجري. يا ماما. بص كل ما اجرب المطر الاقيها بتهدى. لا لسه بتشد. صغر هاي. طب هو كده بص، بعرف من الحديدة هنا، بص تبقى مليانة ازاي. واعرفي من هنا. المطر بتمطر جامد صح؟ بص عملت ازاي هنا. اوعى طيب يا مينا. بص بعد ما نشفت مطرت تاني. دوسوا لايك. بص الجو عامل ازاي. اللي ما عملتوش في الشتا راح تعملوا اليومين دول قرب الصيف، والجو قلب ساقع قوي. بص الدنيا مغيمة قوي. بص هي عاملة ازاي جميلة. انت لسه كمان شوية هتديها. غرق الجنة. اسلوع الشلب وعشرة تاني جمال من عند محمد لبة. بس الدنيا مغرقة معرفش اللي اللمبة كده، بس اللمبة
متغرقة تحت البيت، متغرقة. طالعة طالع ده بنتي حلوة.